السلام عليكم. أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، ولا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة ونبدأ التفاصيل. ابتسام باطمة تخرج عن صمتها بعدما وصفوها بالعاقر. بعدما كثرت الأقاويل مؤخرا عن ابتسام باطمة وما قاله زوجها بخصوص إنجابهما، حيث قال بعض المعلقين بأن ابتسام باطمة عاقر ولا يمكنها الإنجاب مرة أخرى، وبأن فؤاد قبيبو هو من فضحها، مستندين في أقوالهم إلى أن في المرة الأولى بأن فؤاد قبيبو قال بأنهما أرادا الإنجاب، وبعد مرور أشهر كشف أيضا فؤاد قبيبو بأنهما لم ينجبا بعد، وبأنهما اختارا أن يعيش حياتهما وأن يسافرا، خاصة أيضا وبأن الأبناء تتبعهم مسؤولية. وفي وقت سابق خرج فؤاد قبيبو عن صمته وكشف بأنه يريد الإنجاب من ابتسام، وبأنه يتمنى لو أن أولاده الآخرين كانوا منها، وهذا الشيء الذي اعتبره رواد السوشيال ميديا تناقضا في الكلام، وأنها لا يمكنها الإنجاب. وهذا الخبر لا أساس له من الصحة، ما دام بأن ابتسام لم تصرح بأي شيء في هذا الموضوع. وفي هذا السياق قررت ابتسام باطمة الخروج عن صمتها وأن ترد بطريقة غير مباشرة عن كل من يتكلمون عنها بالسوء، حيث نشرت ستوري تتحدث عن الظلم، وعلقت عليه قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني، يا رب تاخذ الحق. حيث تقاسم فؤاد قبيبو مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على الانستغرام فيديو يقوم من خلاله رفقة زوجته ابتسام باطمة بتحد شهير على تطبيق تيك توك، الأمر الذي جعلهما عرضة للسخرية من طرف المتابعين. فكان هذا هو فيديو اليوم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.